بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد بنحاول نرد فيه على أهم أسئلة واستفسارات حضراتكم الواردة للقناة. لو محتوانا يهمك، محتاج معلومة في تراخيص المرور، عندك مشكلة وعاوز تعرف حلها، تابعنا للنهاية وأكيد هتستفيد. دلوقتي أنا اشتريت عربية من محافظة تانية بتوكيل بيع والرخص سريع، بس في لوحة وقعت وعاوز ارخص باسمي دلوقتي. فايه الاجراءات اللي انا بعملها عشان انقل الملكيه والترخيص باسمي في المحافظه وفي المرور بتاعي؟ فبنقول حضرتك الرخص سريع، معاك توكيل بالبيع وليس عقد بيع، والنمره من نمرتين العربيه وقعوا. فاول حاجه بعمل مذكره فقد للنمره اللي وقعت في اسم الشرطه او مركز الشرطه اللي انا تابع ليه، او اللي النمره وقعت في نطاقه. يعني لو مثلا انا من اسكندريه والنمره وقعت في الصحراوي مثلا، ممكن اعمل مذكره الفقد في البحيره، اي مركز شرطه، او في اسكندريه. عملت محضر او مذكره فقد النمره، معايا رخصه تسيير، معايا التوكيل بالبيع للنفس والغير ورخصه ساريه، فبطلع على الشارع العقاري بعمل عقد البيع الموثق. عملت العقد البيع الموثق، انا طبعا في العقد ده بصفتي مشتري وبصفتي وكيل عن مالك السيارة. الخطوة اللي بعد كده بعمل شهادة المخالفات من نيابة المرور أو من البريد، طبعا بيانات المالك السابق أو الرقم القومي بتاعه موجود في توكيل البيع. بعمل شهادة المخالفات زي ما قلنا من البريد أو من نيابة المرور، وبطلع على المرور القديم اللي العربية كانت مرخصة فيه، بفك اللوحة اللي موجودة، ومعايا مذكرة فقد النمرة الثانية، معايا رخصة تسيير، ومعايا العقد المسجل، ومعايا التوكيل، معايا بطاقتي. بسلم صور من التوكيل وصور من العقد المسجل وصورة البطاقة، وبسلم مذكرة فقد النمرة، وبسلم رخصة تسيير، وبسلم النمرة الثانية الموجودة، وبعمل حاجة اسمها شهادة بيانات لنقل القيد. شهادة بيانات نقل القيد، بما اني سلمت الرخصة بيكتب لي فيها لا يطالب برخصة تسيير، سلمت المخالفات يبقى لا يطالب بالمخالفات، سلمت اللوحات المعدنية، لوحة موجودة واللوحة الثانية بمذكرة فقد، وبيكتب لي لا يطالب باللوحات المعدنية. يطالب بايه؟ بمستندات الملكية. يطالب بمستندات الملكية في المرور بتاعي، بسلم اصل العقد المسجل، وبسلم اصل التوكيل اللي انا بعت بيه لنفسي، وبسلم بيانات من نقل القيد، وبفحص وباخد لوحات ورخصه جديده من المحافظه ومن المرور بتاعي. طيب مفيش مطابقه، لا، عملت العقد المسجل، بتروح بالعقد المسجل والرخصه الساريه للمرور بتاعك، تدخل اللجنه الفنيه، المهندس بيرفع لك البصمه ويكتب لك جواب المطابقه على ظهر ورقيق الفحص الازرق. يعني ايه مطابقه؟ يعني عاوز يتاكد ان البيانات اللي هي شاسيه الموتور وبيانات العربيه، الشكل، ميكروباص، هاتشباك، اللون، الموديل، سنه الصنع، نفس البيانات الموجوده في الرخصه، وبالتالي بيكتب لي مطابقه للمرور القديم اللي فيه ملف العربيه. بروح المرور القديم زي ما قلنا، بطابق البصمه، بيكتب لي ان البصمه صحيحه ومطابقه لاصل الفحص الفني الموجود بالملف، ومطابقه لفواتير البيع او فواتير الشراء اللي الملك القديم رخص بيها قبل كده. يبقى بعمل المطابقه، وبجيب شهاده البيانات، وبجيب استعلام امني ان العربيه سليمه مش مبلغ بسرقتها وما لهاش مشاكل، وبرجع المرور بتاعي بسلم بيانات نقل القيد زي ما قلنا قبل كده، وباخد لوحات ورخصه باسمي. طيب الضريبه هتنتهي امتى؟ لو الرخصه القديمه كانت ساريه فيها سنه او فيها سنتين، بتاخد نفس النهايه، يبقى باخد نفس نهايه الرخصه القديمه طالما العقد المسجل بتاعي ما عداش عليه 30 يوم. اللي خلاني ارجع المرور القديم اجيب شهاده بيانات نقل قيد، لان في لوحه مفقوده. لو اللوحه ديت موجوده كنت انا رخصت على طول في المرور بتاعي برخصه تسيير الساريه. يبقى لو رخصه ساريه واللوحات معايا برخص على طول، ما بحتاجش بيانات نقل قيد. بحتاج بيانات نقل قيد امتى؟ زي ما قلنا، لو الرخصه منتهيه، لو لوحه من اللوحتين ضايعين، ده اللي بحتاج فيهم بيانات لنقل القيد. نتمنى الاستفاده للجميع، تابعنا واكيد هتستفيد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.